تعالوا بقى لما نعمل شويه بتنجان بالدقه هتاكلوا صوابعكم وراهم. اول حاجه طبعا غسلت البتنجان كده وعملت فيه شقه بالسكينه، وبعد كده بدات اللي انا اقليه. لو كان كمان في فلفل حراق او فلفل رومي كنا قليناه معاهم. طبعا بننزل بالبتنجان في زيت سخن يكون كتير شويه في المقلايه. بعد كده بنفضل نقلبه على الجنبين والنار بتكون وسط تمام. بعد كده بنشيله وبنصفيه. وتعالوا بقى هنعمل الدقه. انا بطلعه في المصفى تمام عشان يصفي الزيت بتاعه براحته. تعالوا بقى اما نعمل الدقه بتاعتنا. جبت فلفل رومي وفلفل حراق وطماطمايه وتوم. بعد كده حطيتهم كلهم في الكبه مع بعض. هحط عليهم ملح وكمون وبابريكا وكزبره ناشفه وحطيت خل. هضربهم كويس جدا في الكبه. انا هنا زودت عليهم كمان شويه شطه لان ما لقيتهاش مشطشطه تمام. بعد كده هحط بقى شويه ليمون حلوين، يعني ليمونتين 3 كده، بيديها طعم حلو جدا وطعم الليمون فيها بيبقى حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم ان انا جايبه لكم تطبيق للاكلات السهله والسريعه، بيشتغل من غير نت. لو انت محتاره تطبخي ايه هسيبه لكم في التعليقات تحت، وهسيبها لكم كمان في البايو. اكتبوا لي بقى بتحبوا ولا لا البتنجان المدحرج، واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا هوي.